السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. ومرحبا بكم معايا في قناة وصفات نزا يوسف. فيديو جديد على القناة. كيف ما عودتكم هاد المرة غادي نشارك معكم القرص أولا القراشل اللي كيجيو البلديين، اللي كيجيو بطريقة زوينة وخفيفة بدون دلك بدون مجهود. غادي تقدري تحضريهم بكمية وفيرة أو كمية قليلة بلا ما ديري حتى شي تعب. كيجيو بطريقة سهلة وخفيفة للبنات المبتدئات. غادي نشارك معك الاحتفاظ ديالهم، كيفاش تحتفظي بهم في الثلاجه اولا في المجمد اولا حتى تخليهم على برا، كيبقاو بطريقه بنينه وكذلك تيبقاو رطبين بحال يلاه وجدتيهم. انا هنا غادي نستعمل السكر ديال القهوه، وانتم استعملوا سنيده. غادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده، كذلك كاس ديال الماء ديال العنبه يكون دافي. غنحتاجو 2 كيسان ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. غنحتاجو كيس من زهرة البرتقال، كذلك غادي نحتاجو كيس من الخميره الكيماويه او خميره الحلوى. غادي تكون من الفئه ديال 8 غرام. بالنسبه لهذا المجيز اللي عندكم اللي بينت لكم، غادي نحتاجو فيه معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه، وكذلك 2 معالق كبار ديال الجنجلان بلا ما نحمروهم، غير نخليهم هكاك. كذلك كنضيفوا معلقه ديال الخميره ديال الخبز اللي ضروريه في هاد القراشل هادو. كناخد واحد القصريه اللي كندير فيها قبيصه ديال الملحه، وكندير السكر. بالنسبه لي انا استعملت الكميه ديال السكر راني عبرتها بالكاس ديال العنبه ديال السنيده. نتوما ديروا السنيده، انا ما كانتش متوفره عندي، ما بقاتش، وعجزت صراحه انني نخرج نشريها، فقلت نستعمل السكر ديال المقصص راه متوفر. كنضيفوا داك الكاس ديال السكر سنيده مع الكاس ديال الزيت مع الكاس 2 كيسان ديال الحليب، ما كيكونش دافي، كيكون يعني عادي ما نكونوا مخرجينه من الثلاجه. وكذلك كنضيف واحد الكاس ديال الماء ديال العنبه، حتى هو كنكونوا مدفيينه. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير راه كديروا 4 ديال الكيسان ديال الحليب، كتضيفوا 2 كيسان ديال الماء. بغيتوا تقلوا راه كديروا كاس ونص ديال الحليب اولا كاس ديال الحليب، وكتضيفوا نص كاس ديال الماء. يعني لا بغيتوا تكثروا راه كتزيدوا، بغيتوا تنقصوا راه كتضاعفوا المقادير. صافي كناخذ هذيك المكونات كاملين اللي شفتوا، الحليب كذلك الحليب، الماء، السكر، الزيت والملحه، زهره البرتقال يعني فاني نكهه زهره البرتقال. كنضيف الخميره ديال الخبز وكنخلط هاد المكونات كاملين. انا خليت واحد شويه حتى داب ليا داك السكر، وهكذا كديروا غير بالفوي بلا ما تحتاجوا يديكم. من بعد كنضيف الزلافه اللي عبرت معكم تكون ممسوحه ديال الطحين. يعني انا غنعطيكم هذه الكميه شحال تخرج لكم ديال الطحين. احتاجيت الزلافه الاولى، خلطتها مزيان حتى داب ليا داك السكر وتخلط ليا داك الخليط مزيان، وضفت عليه كيس من الخميره ديال الحلويات من الفئه ديال 8 غرام. صافي هنايا كنغطيه عليه وكنخليه من بعد ما كنخلطو مزيان حتى كيتخلط ليا داك الدقيق. كنخليه على الاقل واحد نص ساعه حتى كيخمر ليا وتيضعف الحجم ديالو. كيف ما شفتوا راه بدا كيضاعف ليا الحجم ديالو في الفيديو. صافي من بعد عاود خرجت منه داك الهواء ديالو وضفت الكميه ديال الدقيق. ضفت الكميه ديال الدقيق اللي ضفت معاها زلافه عاوتاني ديال الفورص، وكيبقى لكم الفورص على حسب الكميه. كما قلت لكم بدون دلك. هذه هي الطريقه باش كندلكوه غير بالفوي ديالنا بالخلاط الكهربائي، وإلا عندكم العجانه ديروا فيها، ماشي مشكل. المهم اللي متوفره عنده شي حاجه يديرها. يعني غادي نقصوا علينا المجهود، وهذه هي الطريقه باش غنقصوا علينا حنا المجهود. الناس اللي ما عندهمش العجانه بحالي انا، يعني غنستعمل غير الفوي. خدمتهم مزيان، راني قطعت الفيديو، خدمته غير بالفوي بهذه الطريقه هذه حتى حصلت على واحد الخليط اللي بدا الطحين كيمشي ليا في يدي. صافي هنا ضفت واحد الكميه ديال الدقيق اللي حتى هي الزلافه الثالثه. هاد الكميه هذه هزت ليا 3 السلايف، وكاس ديال العنبه اللي حتى هو عبرته ديال الطحين، باش كيجيوكم خفاف ومهويين من الداخل. ما تكثروش ليهم الدقيق، ما تدخلوش ليهم كميه. يعني هاد الكميه اللي عطيتكم راه هزت ليا كيلو ديال الدقيق، تقريبا كيلو، زايد عليه غير شي شويه، وكتبقى الكميه على حسب الدقيق. الا كان الدقيق داك اللي كيكون هاز شويه في الوزن اولا كيشرب كما كنقولوا، راه كيهز لكم يعني العبار. بغيتو تخدموا بالطريقه العاديه اللي حتى هي غادي نقولها لكم هكا يعني شفويا. الا بغيتو تخدموا كتاخذوا الكيلو ديال الطحين
الكيلو ديال الطحين كديروه في القصريه، كتضيفوا عليه الملحه، السكر، كتضيفوا الخميره، كتضيفوا الزيت، كتضيفوا كذلك المكونات كاملين، نافع، حبه حلاوه، وكتخلطوهم مزيان. كتضيفوا عفوا انا راني ما قلت لكمش واحد الحاجه، راه ضفت واحد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، راني ذوبتهم حتى هما ضفتهم. صافي كيف ما شفتوا هنايا كنبقى من بعد ما كتضيفوا عاد كنضيفوا السوائل، كنضيفوا الحليب، ومن بعد كناخذوا الكميه ديال الماء. كنبقاو نعجنوا العجينه ديالنا باش نحصلوا عليه بحال هذا القوام. كتبقاو تخفقوها مزيان 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 وانتم كتضيفوا الماء حتى كتحصلوا على هذا القوام اللي شفتوا. خص العجينه تكون بحال هذا الشكل هذا، خفيفه كتلصق في اليد، ولكن راها متماسكه كنقدر نتحكم فيها. خصها غير شويه ديال الزيت وغادي تجمع ليا. صافي وهكذا كتبقاو حتى كتحصلوا على القراشي اللي كيكونوا على هذا الشكل هذا. صافي هنا راه كيف ما شفتوا خدمتها، بقيت كنطربها مزيان بحال اللي كنطرب بوشيار اولا السفنج، يعني بحال هاد الطريقه كنعجنهم، يعني بلا ما كياخذوا مني واحد المجهود ولا حتى شي حاجه. كنغطي عليهم بواحد الصينيه اللي كندهنها بشويه ديال الزيت، وكنخليهم يرتاحوا ليا ويختمروا مزيان. على الاقل هنا خليتهم واحد تقريبا ساعه ديال الوقت باش اختمروا ليا، وحصلت على هاد النتيجه. تيضاعف ليهم الحجم ديالهم وكيختمروا. شوفوا ما شاء الله العجينه ما كتقطعش. ملي كتبداو تطربوهم كتهزوا يديكم الفوق، يعني كتبداو تخلطوهم كتهزوا يديكم الفوق. الا تقطعت لكم العجين راه زيدوهم في الدليك. ما تقطعتش لكم العجين يعني راهم ناجحين، راهم مدلوكين. ضروري هنايا من بعد ما كنخليهم يختمروا مزيان كناخذ واحد الكميه ديال الزيت اللي كندهن بها يديا، وكنبدا نجمع الجوانب ديال القصريه بحال هذا الشكل هكا كيف ما شفتوا، حتى كنحصل على واحد العجين اللي كتكون متماسكه. هنايا راهم خمروا ليا. بالنسبه الى درتوا الطريقه اللي قلت لكم، يعني درتوا الدقيق مع المكونات وعاد بقيتوا كتضيفوا الماء، راه خصكم يعني تحكموا في العجينه ديالهم ما يكونوش قاصحين باش يجيوكم مهويين مفشفشين من الداخل، ما يجيوكمش مدقسين ويبقاو لكم غير ليله وحده وصافي. هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي كنشكلها على هذا الشكل هذا. كيف شوفوا ما شاء الله العجينه راها ناجحه، ويعني عاطيه واخده الحق ديالها وخفيفه في يدي، راه كتبان خفيفه بزاف. صافي هنا غنديها وغادي نجيبها غنحيدها على سطح العمل باش انني نشكلها كويرات اللي كيبقاو على حسب الحجم اللي نتوما بغيتو. صافي في هذه اللحظه راني خليتها غير تحو غير واحد شويه، يعني ما خليتهاش بزاف، غير واحد شويه باش نشكلها كويرات اللي نتوما قياس اللي بغيتو. انا هنايا بالنسبه لكم نتوما اللي بغيتو تعبروهم كديروا تقريبا فيهم واحد 75 غرام، يعني تقريبا بحال هكاك 75 حتى يعني ناقصين عليهم شويه. انا عبرت غير باليد ديالي، يعني خديت كناخذ يدي وكنقرص العجينه ديالي وصافي. الا كنت باغا يعني نزيدها في سميتو نزيد في الوزن، يعني نزيدهم في الحجم ديالهم، راني كنهبط يدي لتحت وكنقرص. غادي تلاحظوا معايا الطريقه اللي غادي ندير لهم باش نجمعهم. ما كنلولبهمش، كندير لهم غير بحال هكا، كنجمع لهم الجوانب ديالهم على هذا الشكل وكنبقى نقرص. صافي يعني هاد الطريقه هذه حتى هي راها مزيانه انكم تخدموا بها. لاحظوا الشكل ديال الفيديو راه واضح كيفاش انني انا كنجمع الكويرات ديالي باش كنحصل على واحد الشكل اللي تيكون زوين. من بعد ما كنسالي كلهم كناخذ اللاطه ديالي اللي كنكون مدهناها بشويه ديال الزيت، غير شويه ماشي بزاف، اولا كنديروا فيها الكاغي ديال الطهي كتبقى على حسب المتوفر عندكم. هو من الاحسن انكم ديروا كاغي ديال الطهي تيجي مزيان. صافي هنايا كناخذهم كنقرصهم غير واحد شويه ماشي بزاف، ولا بغيتو ما تقرصوهمش ما تقرصوهمش. الا درتوهم صغارين يعني صغار من هذا الحجم اللي انا درت، من الاحسن انكم ما تقرصوهمش، غير خليهم بالشكل ديالهم. صافي وخليهم يختمروا. كنخليهم على الاقل واحد 10 ديال الدقائق غير هكا كيرتاحوا. ومن بعد كناخذ في هذه اللحظه اللي كنكون كندهن فيهم كنشعل الفران باش يكون سخون، حيت ضروري خص الفران يكون عليهم سخون همايا. صافي هنا كناخذ واحد الزلافه اللي كندير فيها بيضه كامله ماشي اصفر، كنضيف بيضه كامله باش يقدوني مزيان. كندير بيضه كامله وكندير معلقه ديال القهوه ديال سريع الذوبان اولا نسكافي، وكذلك كنضيف عليها واحد شويه واحد رشيشه ديال زهره شاسيه من زهره البرتقال، وكندهنهم. بالنسبه للدهن ما تدهنوهمش البنات بالزربه، دهنوهم غير بشويه وغير من الفوق، من الاحسن باش ما يتقبوش لكم ويخرج لهم داك الهواء. صافي هنايا كنشعل الفران كندخلهم كنخليهم الفوق حتى كيتنفخوا ليا، ما يكونوش متوسطه، درجه الحراره ديالهم تكون متوسطه ما تكونش
يعني مجهده بزاف وما تكونش قليله، تكون متوسطه. نخليهم حتى يتنفخوا لينا ويتحمروا من التحت، وعاد نهبطوهم، نتحمروا عفوا من الفوق من التحت ديالهم، وعاد نهبطوهم يتحمروا على الوجه ديالهم بحال التطييبه، بحال الغاز، بحال الفران ديال الضو، بحال نفس الطريقه. كتسخنوا الفران ديالكم ديال الضو، كياخذ وقت شويه باش كيسخن، كتاخذوا كديروا عفوا كتسخنوه، ومن بعد كتحطوهم لتحت حتى كيتحمروا لكم، وكتشعلوا عليهم الفوق. صافي هذه كانت هي الطريقه ديالي ديال البريوش. كيف اولا عفوا القراشل، هذا ماشي بريوش، هادو القراشل البلديين ضروري نزوقوهم بالزنجلان فقط، لانهم هما كيبغيو بلديين ديالنا ديال المغرب، كيبقاو بهذا المذاق هذا وبالطريقه البلديه ديالهم. صافي كيف ما شفتوا كتحطي يدك على لا القريصه او لا القراشل، كتطلع معاك هنا كتعرفيهم ناجحين. كيفاش تحتفظوا بهم؟ تقدروا تستفوهم في واحد بلاستيكه وتدخلوهم المجمد وتخليهم بعد من تبغيهم تسخنوا الفران، بحال يلاه وجدتوهم تسخنوا الفران مزيان، دخلوهم وكتجبدوهم بحال يلاه وجدتوهم. كذلك تقدروا تحتفظوا بهم على برا، كيبقاو مزيانين. بالنسبه للمجمد كيبقاو مده طويله، اما الا كنا غنخليوهم غير نستعملوهم مده ديال 3 ايام، كنغطيوهم بمنديل ونديروهم في شي طاسه وهكذا كنخليوهم مده ديال 3 ايام، كيبقاو رطبين. تقدروا تحتفظوا بهم حتى اسبوع ملي تبغيهم، كتجبدوهم كديروهم اما هكا في الاله ديال البانيني بحال هكا، كتسخنوهم كيبقاو رطبين بحال يلاه درتوهم غير البارح. كتحتفظوا بهم، ضروري تحتفظوهم على الثلاجه فديك المده باش هكا ما تخافوش منهم، راه ما كيعطيوش ريحه البيض. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء والى فيديو قادم.